مشاهدين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا احنا في قضية كبيرة قوي، والمعظم منهم الدول العربية. شوية نلاقي مجموعة من الأردن طالعة وعاملين مظاهرة ويقولوا احنا بنكلم أخونا المصري. شاب فلسطيني يطلع عند طريق الحدود ويقول لك انا عايز ادخل جوه وعايز ابيع كليتي ومش عارف اعمل ايه وكلام من ده. الضغط رهيب جدا على مصر علشان تسلم القضية وتقول لإسرائيل اعملي ما بدالك، وده اللي مش هيحصل لأن جيشنا على الحدود ومش هيسمح لحد يدخل ولا حد يطلع. والشعب المصري بقى واعي، الشعب المصري واعي بقى، خلاص فهم ان في مخطط كبير على البلد، وفهم ان القصة السيسي والجيش المصري الشرطة شايفة عملها داخل البلاد، والجيش المصري وقف على حدوده بقوته، ومعروف ان الجيش المصري قوي ما فيش معاه هزار. فهنا عايزين يعملوا ايه؟ عايزين يعملوا زي زمان، بقول في 25 يناير وضغطوا على الشعب والحقوا الاسعار والغلو واللي مش عارف ايه، والحقوا ويعملوا ثوره واخلعوا ونعملوا زي الدول العربيه، زي ما ضحكوا على الدول العربيه كلها. ولكن العنايه الالهيه وفراسه الجيش المصري وذكاء الجيش المصري، المخابرات العامه والامن الوطني، تحيه لكم بجد والله. الناس دي فاهمه المخطط وفاهمه الشغل تمام. وتحيه للشعب المصري العظيم، الشعب اللي فعلا يعني بصراحه ربنا شعب عظيم. هرده اما يجي عايزين يضغطوا انهم ياخدوا سينا، اشمعنى سينا؟ اشمعنى مصر اللي في مخططك؟ انت يا اردن، جميع الدول، السعوديه، الامارات، جميع الدول، حضراتكم قبل ما تيجي تقول لي مصر اتكلم عندك الاول، اطلب من بلدك انت قبل ما تقول لمصر. قول للاردن قبل ما تقول لمصر، قول لاي دوله تانية. انت الشاب اللي هو طلع، يعني حاجات احنا بنشوفها عمليه ضغط جامده علشان الشعب يسير. ليه؟ لان الدوله الوحيده المستقره في العالم، هنقول في العالم، هي مصر. النهارده وعايز لا ازاي؟ ده مصر استقرت، فيها رئيس قوي، فيها جيش قوي، فيها شرطه كويسه، فيها شرطه قويه، فيها شعب كويس قوي واقف ويساند، وقت الجد بيقف الشعب معاه. ما تجيش النهارده تقول لي لازم مصر تخش وتحارب، لازم مصر. انت فين يا بتاع الاردن؟ انت فين يا خلافه؟ اي دولة عربية انتوا فين؟ النهاردة اما تيجي ما تقولش يا مصر يلا، عايز تيجي قول انا معاك. ولا انت خايف على السيادة اللي عليكم؟ ما تجيش تحطنا احنا في وش المدفع. تعالى اقف قول لي ايدي بايدك، قول لي انا موجود اهو. القيادة بتاعتك يا اللي بتيجي تتكلم عن مصر وجيش مصر وعلى الشرطة وعلى رئيس مصر، قبل ما تتكلم وتلفظ لفظ من عندك انت ما انتش فاهمه، اتكلم على قيادتك انت الاول. القيادة بتاعتك بتعمل ايه؟ مكانتك فين؟ اقل ما فيها انت عندك ايه في بلدك؟ انت محتل، ما تجيش انت تتكلم عندنا وتعمل حر وطليق وتتكلم على الشعب المصري العظيم، وتتكلم على الشرطة العظيمة، وتتكلم على الجيش المصري القوي اللي ما فيش عندك جندي مجند، بس ربع جندي من عندنا من الجيش المصري. انا عايز اعرف هو الرئيس السيسي حارقكم في ايه؟ هو الجيش بيزعلكم في ايه؟
الحدود بتاعتنا تمام، وطلعت الناس وصورت. جيشنا قوي يقدر يحارب اتخن تخين ما يهموش. رئيس قوي، شرطة من الداخل شايفة عملها وشغلها. انت زعلان ليه؟ زعلان من استقرار مصر ليه؟ انتوا بقالكوا سنين السنين بتحاربوا في مصر. والبداية غلاء الأسعار، قامت الثورة 25 يناير بكلمة غلاء أسعار، وطلعتوا مجموعة معينة عملت فيلم ومسرحية وأفلام، تمام. جبتوا الإخوان دخلتوهم، تمام. عملتوا إيه؟ كانت الدنيا هتنهار. تحية للجيش المصري العظيم، وقف الجيش المصري قال للشعب انتوا مش عايزين رئيس مبارك؟ يلا. طلع الرئيس مبارك باحترام وادب وذوق، وقف واتخضع للقانون ودخل المحكمه وكل التحيه والتقدير، الله يرحمه الرئيس مبارك، واتخضع للدوله. وجي الرئيس مرسي مسك البلد سنه، اخونوا البلد وبهدلوا البلد وافتكروا التحرير، افتكروا رابعه، افتكروا اللي كان بيحصل. واحد ماشي مع مراته، تعالى ايه اللي عرفنا اللي هي مراتك، ويضربوا الناس. المشيلات اللي كانوا عاملينها عايزين يعملوا شرطه قصاد الشرطه، خلوا الضباط بتاعتنا كانوا مربين دقنهم. ما انتش عارف تخش تقول يا باشا ولا تقول له يا مولانا. اشمعنى مصر؟ لما جت القياده والجيش الله، اتفضل قدم نفسك. خربت البلد في سنه، دمرتوا البلد، وقف وقال لك هنولع في البلد يندنينا زي ما احنا موجودين. الله. ولكن الجيش المصري العظيم، المخابرات العامه، الامن الوطني، الناس اللي شايفه شغلها بجد، عارفين انت بتعمل ايه، انت مين يا فلان، وبتعمل ايه في البلد. ولكن سابوهم شويه. ليه؟ لان كان معظم الشعب يقول لك لا، الناس دي اتظلمت سنين، اتظلمت ياما، ممكن يعملوا حاجه، ولكن خربوها. ما جه تحيه لعدلي بيك منصور، مستشار عدلي منصور، وقف فتره، وقف مع البلد لانه راجل وطني حب بلده. قال لك لا، البلد في ازمه لازم اقف معاها. وقف مع البلد فتره كبيره لحد ما جه القائد المغوار اللي حاصرهم اللي مبهدلهم، الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومسك. اي حاجه اللي كان يقول لك ده مش عارف ايه، دلوقتي دخل عايزين ايه؟ الحق مش عارف ايه، الحق اصل غلاء الاسعار، الحق اصل باع البلد، الحق اصل اللي مش عارف ايه. يا جماعه هو انتوا ما فيش وراكم غير مصر؟ مبارك كان مش عارف ايه، عدلي منصور الراجل محترم، السيسي إيه؟ كل واحد هيجي خايف على البلد وهيسند البلد ومش هيسمح ومش هيوافق على اللي انتوا بتعملوه. هنرجع ونقول اصل دور على بلدك الاول قبل ما تتكلم عن مصر وجيشها ورئيسها وشرطتها وناسها. اتكلم عن بلدك الاول وجيشك الاول وشرطتك الاول وناسك الاول قبل ما تفكر تتكلم. سيبوا مصر في حالها، سيبوا مصر في حالها. عايز نتكلم عن غزة، كلنا مؤيدين وكلنا غزة، دمنا من جوه بينزف غزة وبنحب اهل غزة ومعاهم، ربنا ينصرهم يا رب. بس ما ينفعش احنا لوحدنا، ما ينفعش الدول العربية تضحي بينا لوحدنا. طب ما تيجوا تقفوا معانا. الرئيس عبد الفتاح السيسي ما جه معكم في مؤتمر عربي، انتوا كنتوا فين؟ تاني يوم رحتوا رقصتوا معاهم. انتوا السبب في اللي بيحصل في غزة، مش مصر يا سادة. مصر فيها السوري وفيها الليبي وفيها الغزاوي، فيها فلسطين، فيها موجودة ناس من فلسطين فيها.
مصر تأوي جميع الدول العربية، تأويهم وعاملهم أهلها. ما قالتش لاجئين، قالت انتوا ولادنا وأبنائنا. بس بنقدر اللي احنا بنعمل عليه بنعمله، ولكن احنا مش هندمر مصر. مش هتتدمر مصر عشان خاطر حضرتك يا بتاع الأردن ولا حضرتك يا بتاع فلان ولا دولة فلان إن أنت تتكلم وتقول مصر مصر. أنت شاغل دماغك بمصر ليه يا عم؟ اقف يا باشا، كلم حكومتك وكلم رئيسك وكلم دولتك وقول له تعالى انت عايز تعمل حاجه لغزه، اقف مع مصر. ولكن ما تجوش تسيطروا على مصر. مصر يا ساده في منتصف. مصر هي الدول العربيه، انتوا لو بتفهموا يعني. لو وقعت مصر انهارت الدول العربيه كلها. الشعب المصري العظيم واقف ورا القيادة الحكيمة بتاعته، كلنا مع بلدنا الغالية مصر. اوعى تفكر ان اسرائيل او امريكا او غيرها انها تقدر تعمل حاجة مع مصر، لا. انت عندك بس الصعايدة كده في جنب هيطلعوا يخلصوا الليلة وشكرا على كده. عندك قبائل العربية اللي هناك تخلص الليل على كده. قبل احنا ما نيجي بتوع كفر الشيخ وبتوع دمياط والحتت دي، قبل ما نيجي يكونوا هم مخلصين. احنا ورا الجيش المصري. لو انطلبنا الصبح ان نكون جنود ندافع عن بلدنا هنطلع. ويا ريت جميع الاعلام المصري يطلع ويتكلم عن حقيقة الامر. يا جماعة جيشنا على الحدود مأمن بلدنا، والرئيس عبد الفتاح السيسي بداية انه مسك الدولة ابتدى يجمد في الجيش المصري بأسلحته وحاجته. عشان كده هو مش عاجبهم، عشان كده كذا يتكفروا الراجل يا جدعان. تحية للجيش المصري، تحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، احنا معاك في جميع القرارات. تحية لكم جميعا، وانتظرونا قريبا بأقوى الفيديوهات من الحدود المصرية. تحياتي لكم، وكان معكم أحمد جويش.